المغربي تعداو على مصر ب6-0. من هذا المكان أشرف، هنا تسديدة قوية. الله واستاع عباد الله في التمهيد. عبد الصمد بن جليل. الله عطية ترسل خطيرة راسية. الثاني الخنوس الله يا رحيمي. من هذا المكان أشرف، هنا تسديدة قوية. الله اسبوع واخيرا قدروا انهم يجيبوا لنا ميداليه برونزيه، وعاود ثاني السوبرمان المغربي سفيان البقالي جاب الميداليه الذهبيه على التوالي. المغرب، تحيا المغرب، المملكة الشريفة. حبيبي يا سفيان، الله يحييك. هاد البطل اللي رجع النفس في الرياضه المغربيه. تخيلوا معايا انه لحد الان المغرب زيرو ميداليه في التظاهره العالميه، ولكن المنقذ سفيان البقالي اعتقنا هو المنتخب المغربي الاولمبي. كمل الفيديو حتى الاخر حيت كاينه هضره قاصحه. من بعد ما تقصى المنتخب الاولمبي في النصف النهائي، زيد عليه الفشل د كاع الرياضيين في جميع الرياضات. المغاربه تصدموا وفقدوا الامل في الرياضه. تخيل معايا انه زيرو ميداليه في الرياضات كاملين، في حين انه كتشوف بلدان اخرين بحال الميريكان بحال الشينوا اللي فايتين 40 ميداليه. في الصراحه حشومه وعيب وعار على المستوى اللي بانوا عليه المغاربه في هذه الاولمبيات. واللي زاد عصب المغاربه هو ان الناس اللي مشاو شاركوا كيجيو ديما هما الاخرين وكيبقاو يضحكوا فرحانين بحال ما وقع والو. ولكن كيف العاده المغاربه كاملين كانوا دايرين امل في شخص واحد، سوبرمان المغربي سفيان البقالي. هاد الولد اللي خدم على راسو وكيتريني كل نهار في التدريبات، وعنده مدرب شخصي وكيبذل المجهود ديالو كامل باش يجي الاول في هاد السباق اللي كيتريني عليه كل نهار لمده 4 سنين. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش سفيان البقالي، هو مغربي عنده 28 سنه، والاختصاص ديالو هو الركض للمسافات الطويله، وتحديدا وكيموت عليها هي 3000 متر موانع. سفيان البقالي ديجا كاينين عنده 5 ديال الميداليات ذهبيه، كيف سمعتي 5 و5. 2 خداهم في بطوله العالم للالعاب القوى، و2 اخرين خداهم في الاولمبيات، ووحده اللي بقات خداها في الدوري الماسي. وزايد عنده حتى ميداليه برونزيه وفضيه. اول ميداليه خداها سفيان البقالي كانت في 2017 في العاب القوى، داك العام فاش بانت سميتو اول مره يعرفوه المغاربه، ومن تما بدا كيتريني وكيطور من راسو عام على عام. في اولمبياد طوكيو 2020 سفيان لاول مره في التاريخ ديالو غادي يجيب العز للمغاربه. وتخيل معايا في الاولمبياد في سباق 3000 متر موانع، سفيان غادي يكون هو الاول وغادي يجيب الميداليه الذهبيه، واللي شحالو المغرب كيفتقد ليها من يامات الكروج. وبلا ما نساو هشام الكروج اللي باقي الرقم القياسي ديالو باقي ما فاتو حتى شي واحد لحد الان. هاد العام وكيف ما كاملكم كتعرفوا ان سفيان البقالي عاود ثاني يشارك في اولمبياد باريس 2024 من بعد الاقصاء ديال المنتخب المغربي في نصف النهائي وما تاهلناش للفينال، ومن بعد الفشل ديال كاع الرياضيين اللي جاو في المراكز الاخيره وقليل اللي تاهل للنصف ولا النهائي. سفيان كان هو الامل ديال المغاربه كاملين، وبلا ما نساو محمد الدين دوفت واللي حتى هو كيشارك معاه في نفس السباق. البارح كان هو يوم السباق النهائي، كلشي شعل التلفازه فين ما كان باش يتفرج في السباق في الاول بدا بدايه مجهده. 3 ديال الاثيوبيين كيدوروا البقالي، وب3 هم سيطروا على السباق وبقاو هما اللي في المقدمه، ولكن البقالي وبالذكاء اللي عنده بقى بريتم واحد مع الجروب. اخر دوله البقالي وتيندوفت غادي يقرروا انهم يديروا اليوم الخدعه، ومحمد الدين دوفت غادي يسبق للقدام كامل وغادي يدير جهدو كامل. الاثيوبيين تبعوا تيندوفت للمقدمه ديال السباق خايفين على الصداره. الريتم ديال الكورس زاد طلع، تيندوفت عيا وهو يرجع للور. هنا فين سفيان البقالي واخيرا غادي يتفك من الزيار ديال الاثيوبيين وغادي يبقى على راحته. وهنا غادي نعرفوا باللي السباق تكتيكي كثر ما هو بدني. سفيان البقالي بقى على الخطه ديالو، بقى بداكشي كيقول ليه دماغه بقى متاخر، ولكن في نص الدوره الاخيره خدم السبيسيال ديالو اللي معروف به. خدم السبرينت وشد مسلك التجاوز، بدا كيجري والريتم عاد ما كيزيد يطلع. وبالرغم من ان الاثيوبيين الاخرين كيحاولوا يتحكموا معاه باش يطيحوه، ولكن الامور مشات مزيان حيت سفيان البقالي ديجا كانت عنده الاكسبيريونس وعارف كيفاش يتعامل. والاثيوبي اللي كان في الصداره وكان خطير غيجي واحد البارير وغادي يطيح. والحمد لله هاد اللقطه فين سفيان البقالي غادي يهرب عليهم كاملين، سال السباق واحتل هو المركز الاول، وقدر انه يجيب الميداليه الذهبيه الثانيه في المسيره ديالو، شي حاجه اللي كبيره. سفيان البقالي في الصراحه فرحنا وكيستاهل كاع الدعم والتشجيع، حيت لعبوا معاه منافسين واعرين وصعاب،
ولكن هو كان افضل منهم وقدر انه يفرحنا. بالنسبه للناس اللي كيقولوا باللي السباق كان خطه مدروسه بين البقالي وتيندوفت باش زعما تيندوفت يقدر انه يخربق المجموعه والبقالي يقدر يربح، في الصراحه هو ما كانش خطه مسبقه. ولكن وسط السباق سفيان البقالي شاف باللي الاثيوبيين دوروه وسادين عليه الممرات باش ما يدوسش، وزيد عليها ضيقوا عليه وكيتحاكوا معاه باش يطيحوه. سفيان هنا في هاد اللقطه غمز لتيندوفت باش يزيد السرعه ويخربق السباق كامل، كيف ما قال البقالي في التصريحات باللي قال لتيندوفت دير اللي بغيتي. هنا فين تيندوفت غادي يطلع الريتم وخلى الخطه اللي دايرين الاثيوبيين تخربق، وبداو كيجريو معاه ومشاو معاه وطلعوا الريتم، ولقاها سفيان فرصه لا تعوض. وفعلا هنا فين طلق السبيسيال في اخر 200 متر وقدر يجيب الميداليه الذهبيه. المنتخب المغربي الاولمبي حتى هو لعب ضد النظير ديالو المصري على المركز الثالث في الاولمبيات والميداليه البرونزيه، ضربوهم ب6-0. في الصراحه نتيجه كبيره اللي خلات المصريين يتصدموا، وبهكا قدر المغرب انه يجيب ميداليه واحده اخرى واللي هي البرونزيه في هذه الاولمبيات ديال 2024. السبوعه شدوا المصريين كلاوهم، وكيف العاده سفيان الرحيمي الجوليادور قدم اداء خيالي وماركا 2 بيوت ديالو نقيين وعطى اسيست، وبهكا كيتعتبر هو الهداف ديال الاولمبيات هذا العام، وتصنف كاكثر واحد ماركا في الاولمبيات في نسخه واحده. وما نساوش حكيمي اللي ماركا كفره خياليه، واحد البيت اللي فيه نبي الماتش، والخنوس اللي بان باللي خلى بلاصتو كبيره في الماتش ديال الصبليون. نتيجه ثقيله هزوها معاهم المصريين في الكفه اللي ما عمر غادي تنسى ليهم، وغنبقاو ليهم عقده، وفين ما يقولوا شي حاجه غنجبدوا ليهم هذا الماتش ديال 6-0. وبهكا المغرب غادي يثبت للعالم باللي المنتخبات المغربيه ما كيتقارنوش مع العربيه كاع. بهذه القتاليه قدروا الوليدات كاملين انهم يجيبوا الميداليه البرونزيه وانهم يطلعوا للبوديوم بالعالم المغربي، وداك الشيء اللي دار سفيان البقالي كملوا عليه وليدات السكيتيوي. شفتوا كيفاش ندافعوا المصريين وجربوا انهم يلعبوا معنا كره ويخرجوا من الديفونس، هزوا سته في كفو ومشاو. وفي الصراحه بقى فيها بزاف الماتش ديال الصبليون اللي غير ضيعناه. لو كنا درنا هذا اللعب اللي درنا اليوم مع الماتش ديال الصبليون كون دابا رانا كننافسوا على الذهبيه واحده اخرى. ولكن كتقول في الاخر الحمد لله ما شاركناش غير هكاك ودينا بعد البرونزيه، وواخا هذا العدد ديال الميداليات قليل مقارنه مع دول وحدين اخرين، نورمالمون الصراحه كان خصنا نجيبوا غير واحد 10 ديال الميداليات اللي كتشرف المغرب، حيت المغرب راه سميه كبيره في العالم. ومن الاخر خص الجامعات دير اعاده النظر في هذا الشيء، حيت كنشوفوا دابا غير المسابقه ديال السكيت بورد كنشوفوا واحد البنت مسكينه اللي طاحت من اول دقه، في حين انه كاينين دراري وبنات واعرين غير في الاحياء الشعبيه كيطيروا في السكيت. وكنظن ان هذه القضيه ديال وليدات الفشوش هما اللي كيمشيو واللي عندهم الفيزا بديت كنتيقها. المهم ما علينا، وخص ضروري الجامعه تشوف شي حل لهذا الشيء. ومبروك لسفيان البقالي ومبروك لوليدات السكيتيوي ومبروك للمغاربه كاملين. جاوبني في التعليق شكون فرحك بزاف، واش البقالي ولا المنتخب المغربي؟ هذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو. الا كنتي باغي تدعمني ديال بصح ما تنساش انك تدخل عندي لشين يوتيوب اوتي 24، غنكون شاكور لك بزاف.